نبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فصلوا على خير البشر. أكد الإعلامي وليد سعيد أن الأهلي أنهى توقيعه مع فرانكيسيه بعد أن أنهى الفحص الطبي قادما من برشلونة الإسباني وبعقد يمتد لمدة 3 سنوات. أكدت النيل سبورت أن نادي الاتحاد قدم عرضا ضخما للتعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، وأن ليفربول يريد بقاء صلاح هذا الموسم مع الفريق قبل السماح له بالرحيل الموسم المقبل. سيكون ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف يوم السبت مسرحا لقمة سعودية مرتقبة في كلاسيكو ربع نهائي بطولة الأندية العربية بين الاتحاد والهلال، فيما يصطدم السد القطري بعقبة الشرطة العراقي. وتعتبر مواجهة الاتحاد والهلال بمثابة نهائي مبكر، خصوصا في ظل تواجد الأسماء الكبيرة التي استقطبها كل فريق خلال الميركاتو الحالي، يعني أن كل طرف سيدخل بتشكيلة مختلفة عن آخر مباراة جمعتهما في بطولة الدوري في مايو الماضي، والتي انتهت بالتعادل ب2 مقابل 2. قال مدرب الاتحاد نونو سانتو في المؤتمر الصحفي: المباراة ستكون حماسية لجماهير الاتحاد وأشكرهم كثيرا على دعمهم، وسنلعب من أجل الفوز وإسعادهم. حرصت قبل انطلاق البطولة العربية الحصول على المركز الأول في المجموعة من أجل لعب المباريات في نفس الملعب بالطائف. عن مشاركة عبد الرزاق حمد الله وفابيني، وقال نونو سانتو: حتى الآن غير مؤكد حول مشاركة عبد الرزاق حمد الله في لقاء الهلال غدا بسبب تعرضه لإصابة، وسيتحدد هذا الأمر خلال ميران اليوم من سيشارك في لقاء الغد. أما عن فابينيو لن يشارك أمام الهلال. وعلى المحترفين الجدد قال نونو سانتو: يجب إعطاء وقت للاعبين الجدد حتى يفهموا الفريق، وهدفنا الحصول على أفضل نسخة من كل لاعب بأسرع وقت. وقال لاعب الاتحاد إيغور كورنادو: الاتحاد والهلال يمتلك لاعبين مميزين والفريقين يمتلك الحلول للفوز. كلمة السر هي الإعداد الذهني قبل مواجهة الغد. فريقنا يعيش في حالة تطور وجاهزين لمواجهة فريق الهلال، وسنقدم أقصى ما لدينا خلال هذه المباراة من أجل الفوز. ورد كورنادو على أن الهلال تفوق عليكم في الموسم الماضي قائلا: الأهم أننا حققنا الدوري. شهدت تدريبات الاتحاد الأخيرة مشاركة الثنائي كانتي وعبد الرزاق حمد الله لمواجهة الهلال، بينما غاب عمر هساوي وطارق حامد عن التدريبات بسبب الإصابة. ومن المتوقع أن يبدأ المدرب نونو سانتو بالتشكيلة التالية أمام الهلال: في حراسة المرمى مارسيلو جروهي، وفي خط الدفاع مهند الشنقيطي وأحمد شراحيلي وأحمد مسعود وزكريا هساوي، وفي خط الوسط سلطان الفرحان وكانتي أمامهم إيغور كورنادو، وفي خط الهجوم رومارينيو على الطرف الأيمن وجوتا على الطرف الأيسر أمامهم كريم بنزيما. وقال جيسوس مدرب الهلال خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة الاتحاد: أتمنى أن يوفق رئيس النادي في التعاقد مع صفقات هجومية في أسرع وقت. عبد الله الحمدان سيتطور كثيرا في المستقبل ويعطي الحلول للمدرب في الملعب. نعرف الاتحاد جيدا ونخوض المباراة للفوز. وقال كوليبالي لاعب الهلال في المؤتمر الصحفي: البطولة العربية بطولة جميلة، مستوى التنظيم جيد، نوعية الفرق المشاركة رائعة، يوجد هنا إمكانيات عالية جدا. هذا الأمر أسعدني وأسعد المدير الفني. الهدف من قدومنا تحقيق البطولات، وهذه البطولة هدف لنا لنبدأ الموسم ببطولة. أكدت صحيفة الرياضية أنه حتى الآن لم يتم تأكيد مشاركة مالكوم بالكلاسيكو أمام الاتحاد. وقال مصدر مسؤول في الهلال أن النادي ينتظر وصول الموافقات بشأن استكمال تسجيل مالكوم بقائمة الفريق المشاركة بالبطولة العربية. وشهدت تدريبات الهلال الأخيرة جاهزية جميع اللاعبين الأجانب، ومن المتوقع أن يبدأ المدرب جيسوس أمام الاتحاد بالتشكيلة التالية: في حراسة المرمى عبد الله المعيوف، وفي خط الدفاع سعود عبد الحميد وكوليبالي وعلي البليهي وياسر الشهراني، وفي خط الوسط كل من روبن نيفيز ومحمد كنو وسافيتش، وفي خط الهجوم ميشايل وسالم الدوسري والوافد الجديد البرازيلي مالكوم، وستكون أول مشاركة له مع الهلال. أكد مصدر موثوق قريب من نادي النصر أن اللاعب البرازيلي تاليسكا مستمر مع النصر، ولا صحة للأخبار التي انتشرت بالاستغناء عنه في فترة الانتقالات الحالية.